سلام، إن شاء الله راكم بخير وصحتكم لاباس ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. وصفتنا تاع اليوم كما راكم تشوفوا طبق الكسكس يجي بنة ما نحكيلكمش بمرق يجي خاطر وبنين. تبعوني ونوري لكم الطريقة كيفاش. بسم الله، لهنا جبنا اللحم اللي عنا، حاولنا نقطعوه قطع بهذا الشكل. جبنا البرمة، زدنا لها حطينا لها الزيت وضفنا لها اللحم اللي كنا قطعناه بهذا الشكل. ضفنا لهنا بصل مرحي بهذا الشكل، نحطوه على نار هادئة يطيب لنا. هنا ضفنا الملح، نضيفوا الحمص، نضيفوا حوالي كيلو حمص بهذا الشكل. ضفنا لهنا الثوم، نحطوه على نار هادئة ونخليو المكونات كلها تطيب. من جهة أخرى رحنا قطعنا الخضر بهذا الشكل. بعد ما تكرملنا الخليط وداب البصل رحنا ضفنا الطماطم بهذا الشكل، حوالي حبتين طماطم، وخلينا جميع المكونات تطيب مع بعض. من جهة أخرى رحنا جبنا الكسكس حوالي باكي كامل، رحنا فرغناه في غيسيبيون بهذا الشكل. وضفنا لهنا الزيت، أنا استعملت لهنا زيت عرب، زيت الزيتون. حاولنا ندخلوه مليح في الخليط هادي اللي نستعملوه في التفويرة الأولى. ندخلوه مليح في الخليط، ندخلو الزيت جيدا. من جهة أخرى رحنا جبنا الكسكاس اللي راح يفور فيه، كبينا الخليط بهذا الشكل، نكبوه كامل. هنا جاتني كمية كبيرة لأنه استعملت باكي كامل. من جهة أخرى رحنا حطينا الخضر اللي كنا قطعناهم مع الحار. أنا نستعمل الحار في الأول باش يطلق البنة تاعو بهذا الشكل، ورحنا خليناه يطيب حوالي 20 دقيقة. هنا بعد ما فارنا الفورة الأولى رحنا جبنا زوز كيسان ما. ضروري هنايا لازم يكون الكسكس تاعنا سخون ما كيما جبدناه، ونضيفوله الماء، نضيفوله الماء بهذا الشكل ونخليوه يشيح. كي نتأكدوا أنه شاح نعاودوا نرجعوه للكسكاس تاعنا. هنا كنا في الأول ما ضفناش الملح، هنا نضيفوا الملح في التفويرة التانية، نضيفوا الملح ولهنا نضيفوه نحاولوا نحطوه في الكسكاس بهذا الشكل. وبعد ما فارنا للمرة الثالثة جبدنا اللي إحنا حطيناه في طبق كبير من الحطب، ضفنا له زوز كيسان ما، هنا زوز، وزيد ضفت الكاس الثالث لأنه شفتو مازال شوية مرطابش. هنا حاولنا ندخلو الماء مليح في الخليط تاعنا، نبرموه بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. هنا أنا ديما نستعمل 3 تفويرات. ضفنا الزبدة ودخلناها جيدا في الكسكس بهذا الشكل. هو 3 تفويرات باش يجي الكسكس طري. هنا حطيناها، عاودنا رجعناها للكسكس تاعنا، وحاولنا ندخلو لهنا ملعقة خشبية باش تخرج تفويرة وطيب لنا ليه بهذا الشكل، سورتو إلا استعملنا كمية كبيرة كيما حنايا. هنا بعد ما طاب لنا لاصوص تاعنا رحنا ضفنا الخضر اللي طيب ليه باش ما تذوبلناش مع الأول، ما نحطوهاش في الأول، نحطوها في الآخر. هنا حاولنا نشكلو، جبنا طبق كبير وحاولنا نحطو الكسكس تاعنا نستفوه بهذا الشكل. وكنا فصلنا الخضر بعد ما طابت لنا لاصوص، فصلنا الخضرة وحدها واللحم وحده، وصفينا لاصوص تاعنا. شوفوا الله يبارك، جات خاطرة وبنة ما نحكيلكمش. حطيناها بهذا الشكل ونحاولوا تاني نحطوا الخضر بهذا الشكل. جا بنين بنة ما نحكيلكمش. نعاود ونذكر، ما تنساوش تدعموني بالجيم والبارتاج باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وفي الأخير ما بقالي غير نقولكم شهيتكم إن شاء الله في الجنة، وما تنساوش تدعموني بالجيم والبارتاج، ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. مع السلامة.